شخصية البطل رجعت، هوية الأهلي ظهرت، الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أحبائي وأعزائي عشاق الكرة مع محترم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن مباراة النادي الأهلي ونادي المصري، المباراة اللي قدر يتغلب فيها النادي الأهلي بجدارة واستحقاق على نادي المصري 4-2. لكن قبل ما نتكلم عايز حضرتك تعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد متابعين. يا جماعة الأهلي حلو، هو ده الأهلي بتاع زمان، هي دي شخصية النادي الأهلي، هي دي كاريزمة لعيبة النادي الأهلي. للمباراة الثالثة على التوالي الأهلي بيكسب بسكور. النهارده الأهلي من ساعة ما جه عماد النحاس 12 هدف في 3 مباريات. الاهلي كان مخطوف ورجع تاني، رجعت اللعيبه، رجعت بشخصيتها اللي احنا متعودين عليها، وسابوا ابو علي للمباراه الثالثه على التوالي بيسجل بعد ما كان عنده عقم تهديف. وسام النهارده صنع وسجل. امام عاشور اللي المباراه اللي فاتت كان بيموت على هدف، النهارده بيحرز هدفين ويتصدر جدول الدوري الممتاز كهداف برصيد 11 هدف. شفنا النادي الاهلي النهارده مختلف، بدأنا نشوف اللعيبه مرتاحه، اللعيبه بتلعب حلو. هو ده الاهلي اللي بيحط تحت كل فريق اما بيلعب ضد فريق بحطه في مكانه الطبيعي. الاهلي اللي بيعلي الريتم، الاهلي اللي بيبطئ الريتم، الاهلي اللي بياخد الكره الثانيه، الاهلي اللي بيهاجم. بص على النادي الاهلي 5-6 لعيبه قدام في الهجوم. هو ده ان الاهلي شفنا اشرف بن شرقي النهارده اللي بقاله ماتشين 3 ما كانش قد كده. اشرف بن شرقي رجع، اشرف بن شرقي. طاهر بالارقام، طاهر محمد طاهر احسن موسم ليه مع النادي الاهلي بالارقام. طاهر النهارده كان حلو. شوف يا جماعه مين اللي نزل في الشوط الثاني، اما نلاقي قفشه وحسين الشحات وجراني شار هم اللي بينزلوا في الدقيقه 78. ما حدش النهارده من جماهير النادي الاهلي كان قلقان لما المصري جاب اول جول. كل الناس كانت مطمنه، شايفه اللعيبه بتلعب، شايفه اللعيبه حماسيه، مطمنه ان الاهلي هيكسب. الاهلي الثلاثات، اهلي الاربعات، اهلي الخمسات، زي ما انا قلت كده وبقيت بكرر. الاهلي الخمسات والستات كمان والسبعات راجع. الاهلي اللهم صل على النبي 5 وخميسه في عين العدو. الاهلي رجع اهلي، خلانا نحب نتكلم على الاهلي. ده الاهلي اللي احنا بنعرفه، ده الاهلي اللي احنا بنشجعه، ده الاهلي اللي احنا بنعشقه. النهارده النادي الاهلي بيكسب المصري 4-2 مع الرأفة. الاهلي اللي بيجيب جول واثنين وثلاثه واربعه ويضيع عندهم. هو ده النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز بجداره ليصل ل 49 بونت في انتظار غدا مباراه بيراميدز. بس جماهير النادي الاهلي كلها كانت مبسوطه. الماتش اللي فات الاهلي كسب حرس الحدود 5، كل الناس قالت فريق متوسط المستوى، لكن المصري فريق كبير. المصري ما ظهرش قدام النادي الاهلي الا في اول 10 دقائق واخر 10 دقائق. بس في حاجه في النادي الاهلي، دفاع النادي الاهلي يا جماعه كارثه. وياسر ابراهيم المفروض كفايه على كده، المفروض النادي الاهلي ما يجددش لياسر تاني. ياسر مش شايف، ياسر مش واخد باله بمكانه، ما عندوش حساسيه المكان. كفايه ياسر ابراهيم على كده. دفاع النادي الاهلي في خلل محتاج يتعالج. شفنا المصري زي ما انا بقول في اول 10 دقائق واخر 10 دقائق، لكن الاهلي كان يقدر يجيب الخامس والسادس كمان. النهارده الاهلي كان الاهلي تصدر الدوري بجداره، عمل مباراه كويسه. لازم نثني على عماد النحاس اللي بيقدم مستويات متميزه مع النادي الاهلي. الاهلي النهارده غير في الدقيقه 61 ومحدش كان قلقان ولا بيقول الاهلي ما غيرش ليه. كل الناس بتتفرج مطمنه للنادي الاهلي. النهارده للمباراه الثالثه على التوالي النادي الاهلي بيعمل مباراه كبيره قدام فريق كبير. الاهلي بيتصدر وان شاء الله النادي الاهلي هياخد الدوري. لسه في 3 مباريات على بال ما ينتهي الدوري، لسه مش عارفين الدوري المصري مخبي لنا ايه. لسه الزمالك هيلعب بكره، لسه بيراميدز هيلعب بكره، لكن كلنا فرحانين بالنادي الاهلي. الاهلي كان مخطوف ورجع،
قارن ما بين ايام كولر وايام عماد النحاس. اللعيبه خدت هويتها، اللعيبه خدت راحتها، اللعيبه مبسوطه، مفيش ظلم بين اللعيبه، كل اللعيبه بتلعب، كل الناس واخده فرص، مفيش حد زعلان. اللي على الدكه زي اللي جوه. الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك لعشاقه، الف مبروك لجماهيره. بدانا نبقى مبسوطين واحنا بنتفرج على النادي الاهلي. ان شاء الله يوم بيوم، لحظه بلحظه، مباراه بمباراه، هنكون معاكم في كل حاجه. كان معكم محترم المحترم. شكرا لكم، سلام عليكم.